الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا متشاور ان محدش راضي يشترك ولا يدعمني ولا يعمل لي لايك ولا اي حاجه. لو سمحتوا النبي تخشوا تشوفوا الفيديوهات بتاعتي واشتركوا في القناه واعملوا لي لايك ودعموني لو سمحتوا ارجوكم. النهارده هتكلم عن موضوع مخيف جدا جدا جدا، وهو موضوع الجن العاشق. لو كلنا فاكرين مسلسل المداح، وانا واثقه ان معظمنا ما فهمهوش منكم انا، وقعدت افكر وادور وابحث واقول هو المسلسل ده كان عايز ايه بالظبط. المسلسل ده كان بيتكلم عن الجن العاشق، وانا بقول لكل مرأة احذري من الجن العاشق، لان حياتك هتتقلب رأسا على عقب، واكيد هيحصل بعد ونفور بينك وبين زوجك. تمام؟ ايه هو الجن العاشق؟ هو مس بيصيب الانسان، الست بالذات، انا بتكلم دلوقتي عن المرأة. تمام؟ بيقع ذكر جني في عشق امرأة من الانس، وبيبقى يا ويلها يا سواد ليلها. بتحس المرأة الممسوسة بأنفاس شخص معاها في الفراش وهي نايمة كده، وجوزها مش معاها ولا حد من ولادها ولا حاجة، بتحس حد تاني نايم معاها في الفراش. تمام؟ بيتحسس في جسمها وبيداعب شعرها، بتحس بحرارة في مناطق مختلفة من جسمها، زي رقبتها وزي العورة وزي الفخدين. بتحس بشخص بيجذبها إليه وبيحضنها سواء من الأمام أو من الخلف. الجن ده بيظهر للمرأة اللي هي ما تبقاش قريبة قوي من ربنا، أكتر من أي حد تاني، وليه صلة بالزنا والفواحش زي العادة السرية، لو واحدة بتمارس العادة السرية. وبرضه هو مش شرط، يعني ممكن تبقى كل حاجة تمام بس حظك بقى جه كده. فاحذر الجن، لأنه بيسبب خراب البيوت وخراب العيشة كلها. تمام؟ أكتر حاجة بيكرهها الجن هو القرآن، وفي سورة معينة، أصغر سورة في القرآن، وهي سورة الإخلاص. حاولي تقريها لأنها بيكرهها جدا الجن وبيبعد عنك لما بتقريها. وحاولي تبقي نايمة طاهرة متوضية علشان تبعديه عنك وعن انه يظهر لك. طب احنا كلنا ما مش عارفين يعني ايه. طب بيظهر ازاي؟ يعني بيظهر على شكل خيال كده، بتحسي ان في خيال ماشي قدامك، حاجة سودة كده. بتحسي ساعتها بضيق في النفس. طبعا بتكرهي البيت، بتكرهي جوزك، وانت دايما بتحسي بكوابيس كتير. بتقومي مفزوعة من النوم، بتشعري بدقات قلب سريعة، بتشعري بأشعار جامدة جدا في جسمك. هو ده ملخص مسلسل المداح، الجن العاشق. والجن العاشق على فكرة مش معناه ان جن بيحب امرأة بس، ممكن تبقى جنية وبتحب راجل، وده برضو بيسبب له حاجات كتير جدا جدا، منها نفوره من مراته، ميله للعادات السرية، احساسه برضو ان هو بيغتصب وهو نايم. كل الحاجات دي بيعملها الجن العاشق. الجن العاشق ده ياما خرب بيوت، لانه لما بيجي للست بيمنعها منعا باتا من ان جوزها يقرب ليها، فبيفضل يحصل نفور ما بينهم، هي بتبقى مش طايقه جوزها اصلا. ولو عنده هو نفسه مس بيبقى مش طايق مراته، فبالتالي ان هما بيبعدوا عن بعض وممكن بتوصل بينهم للطلاق. فلازم نحصن بيتنا، تمام،
علشان ربنا ينجينا من اي حاجة مش كويسة. وانا سعيدة جدا جدا اني انا قدرت افيدكم باي حاجة. ولو سمحتوا دعموني واشتركوا معايا في القناة واعملوا لي لايك 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 وشير. ارجوكوا 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 ارجوكوا. انا عندي حاجات كتير جدا، بس بصراحة انا بقيت محبطة جدا. انا لغاية دلوقتي عاملة 6 فيديوهات وده السابع، ما بيجيليش اشتراكات خالص. ارجوكوا اشتركوا معايا وان شاء الله مش هتندموا. لو سمحتوا لو سمحتوا بصوا على فيديوهاتي القديمة ودعموني واعملوا لي لايك واشتراك. وألف شكر. وفي الختام سلام. ما تنسوش سورة الإخلاص. سلام عليكم.